اهلا بيكم بودكاست اللعيب. انا مراد هو ادم. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي والعين. يا ويلكم الاهلي المصري، جاي لك العين، جاي لك في القاهره. اصلا ماتش العين ده ابتدى من اسبوعين، يعني من عند جمهورهم، يعني لما بدأوا لان هم كسبوا الهلال، خسروا اخر ماتش منهم 5-4، وهم خدوا اسيا السنه اللي فاتت، فهم كانوا شايفين نفسهم قوي. يعني ايه الاسباب اللي خلت الاهلي يفوز بالماتش ده؟ اولا يعني هو الجمهور، اللعيبه رقم واحد. جمهور في اي ماتش كبير، ماتش الترجي عملوا الترجي اول 5 دقايق كانوا متوترين قوي، والجول فعلا جه في الاول. هو الجمهور رقم واحد في اي ماتش. استقرار التشكيله، وان كولر اللعيبه بقت منسجمه مع بعض. كتر ما التشكيله يعني بقى كوكا بدأ في الزمالك وبدأ الماتش ده، والباقي كله نفس التشكيله، فهم بينسجموا مع بعض. تالت سبب هو ان لعيبه الاهلي في اي ماتش كبير ممكن يكونش حتى الاداء مش احلى حاجه، بس الروح. فالاهلي برضو في الماتشات العالميه الكبيره لو ممكن يكونش الاداء احسن حاجه، بس الحماس كبير جدا والروح. يعني حسين الشحات ووسام امام عاشور مش فايقين 3، لكن لما كانوا فايقين الماتش بتاع العين شوف 3 فايقين. امام فايق بشكل، امام رمانة الميزان بتاع الاهلي. مروان عطية بقى ماسك النص، اي كرة تعدي لا مش خليك مروان تعدي، عطية هات الكرة واديها مش ملوش اداء هجومي قوي، بس ماسك خط نص مش حد معدي. طبعا الدفاع من غير كلام، يعني رامي ربيعة وياسر ابراهيم. لو هجوم بالنسبه لي انا، لو الهجوم فايق لا احنا فايقين. حتى طاهر كان فايق. طاهر ده اللي عرضها له طاهر، وامام خد هو فيرست تايم كده. لما وسام استلمها قلت ما تجري امام من الناحيه التانية لوحده، لعبها طاهر اتضايقت جدا. لقيت طاهر لعبها، ما تخيلتش ان امام ممكن ينط يستلمها بس ده مش معناه ان الماتش ما كانش فيه عيوب. لما احنا بنجيب جول بنراجع ندافع بقى، ما تكمل وتدوس بنزين وتجيب تاني وتالت. انت معاك الجمهور، والجمهور ضغط بشكل كبير قوي عليهم. طبعا احنا يعني من كام شهر ما كانش عندنا مهاجم. لولا وسام، يعني انت شايف وسام بيعمل ايه كل ماتش عشان يجيب جول. الدوري المصري فرق طبعا فرق كبير، ده مش هيكمل كل البطولات يعني. لا وبرضه في اصابات، لازم يكون عندك 1 أو 2 احتياطي. طاهر مش مهاجم. كهربا مستواه الفترة دي تراجع. في حاجة بقى تأخر في التأهيلات. انا عايزه يعمل تغيير، الناس بتتعب بسرعة اللعيبة. امبارح كان عمل أول تغيير في الدقيقة 80، خلاص فاضل 10 دقايق على الماتش. الموضوع علاقة بالأهلي اللي مسيطر على نص العالم دلوقتي بقى أبطال آسيا، أفريقيا، المحيط الهادي، نص العالم فعلا. لسه فاضل يعني قرنتين، ربنا يستر فيهم يعني. هنكسبها يعني سهلة نكسبها عادي يعني. ده برشلونة قدام 4 يعني. لا ريال مدريد إن شاء الله يعني. فينيسيوس إن شاء الله إصابة، فينيسيوس إن شاء الله بس في الضمة كده، لأن مبابي شد في الخلفية، وكلهم إصابات. ان شاء الله يلعبوا لنا بالدكة كلهم بقى. كده هنكون خلصنا حلقتنا على ماتش الأهلي والعين. شكرا، مع السلامة.